لو حضرتك بتجيلك رسالة إن تم تسريب بياناتك سواء على جوجل أو تم تسريب بياناتك على الفيسبوك، إزاي تتأكد إن فعلا تم تسريب بياناتي على الفيسبوك أو على جوجل أو على حساباتي بشكل عام، سواء تويتر سواء فيسبوك انستجرام، أي حسابات أنت رابطها سواء برقم هاتف أو رابطها بحساب على الجيميل. إزاي تتأكد إنه فعلا حساباتي في امان او ان فعلا تم تسريب بياناتي، والحق اخد الخطوات اللازمه عشان ما يحصليش مشكله وحساباتي يتم سرقتها او اختراقها، تمام، وما اقدرش اوصل لحساباتي تاني. ناخد الخطوه دي ازاي؟ طبعا حضراتكم انت عارفين ان من حوالي 10 ايام فاتوا كان في مشكله في الفيسبوك ان تم خروج الحسابات بشكل عام، او حسابات العالم كلها خرجت من الفيسبوك. كان يقول لك ان في عطل او كان في حد بيحاول يخترق شركه الفيسبوك، تمام، فكل الحسابات عملت تسجيل خروج من الفيسبوك. تمام. طيب احنا بقى عايزين نتاكد ان فعلا ما تمش في الوقت ده تسريب بياناتي على الفيسبوك. يعني انا عندي حساب على الفيسبوك وعايز اتاكد ان ما تمش تسريب بياناتي، او عندي حساب على الجيميل وعايز اتاكد ان ما تمش تسريب بياناتي. تمام. هنتاكد ازاي؟ اول حاجه تشوف الحسابات اللي انت رابطها سواء برقم الهاتف او الحسابات اللي انت رابطها بحسابك على جوجل اللي هو الجيميل. كل اللي عليك هتبدا تيجي تكتب الاسم ده في بحث جوجل. هنبدا نكتبه اهو بالشكل ده كده، اسمه سايبر نيوز، تمام، اللي هي CYBERNEWS. تمام. الاسم ده يا شباب اهوت انا سايبه لكم ظاهر على الشاشه بالشكل ده عشان تقدر تكتب الموقع ده عشان تقدر تكتشف هل فعلا تم تسريب بياناتك ولا لا. بعد كده هتقول انتر. هتقول انتر. هنيجي عند تاني خيار يا شباب اللي هو ده، هنبدأ نضغط على تاني خيار. هيبدأ يفتح معايا الموقع بالشكل ده. هنا بيقول لي تحقق مما إذا كان قد تم تسريب بياناتك، اكتشف ما إذا كان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف أو معلوماتك الشخصية ذات صلة قد وقعت في الأيادي الخطأ. طبعا الموقع ده زي ما انتم شايفين هنا بيقول لي بريدك الإلكتروني أو هاتفك. تمام. انا هحط رقم الهاتف الاول واشوف هيقول لي ايه. هبدا اكتب رقم الهاتف الخاص بحسابي على الفيسبوك. هبدا اكتب طبعا كود المحافظه الاول، هكتب 02. تمام. وبعد كده هبدا اكتب الرقم بتاعي. بعد كده هقول له اتاكد الان. هنا بالفعل بيقول لي لقد تم تسريب بياناتك على الفيسبوك. يعني الحوار اللي حصل من 10 ايام في الوقت ده كان تم تسريب بياناتي. يعني حضرتك لو حطيت الرقم الهاتف بتاعك الخاص بيه حسابك على الفيسبوك هتلاقيه برضه بيقول لك لقد تم تسريب بياناتك. وهوريك برضه برقم تاني، ولكن هو زي ما انتم شايفين بيقول لك لقد تم تسريب بياناتك. الفيسبوك تم العثور على بياناتك الشخصية في تسريب بيانات التالية. تم اكتشاف مرة واحدة في قواعد بيانات المسربة. يعني تم اكتشاف، يعني تم تسريب بياناتك على حسابك الشخصي على الفيسبوك. تمام. لو جينا هنا بقول لك اتخذ 3 خطوات لتحقيق امان نهائي للحساب. قم بتغيير كلمة المرور لجميع حساباتك التي تستخدم فيها كلمة المرور مسربة. يعني انت لو عامل كلمة مرور واحدة وحاططها في كل حساباتك، لا، ابدأ غير كلمة المرور اللي هي اتسربت دي لو انت عاملها في كذا حساب سواء تويتر فيسبوك انستجرام الكلام ده كله. تمام. هنا تالت حاجة بقول لك قم بإنشاء كلمة مرور فريدة جديدة لكل حساب منهم. ابدأ انشئ كلمة مرور فريدة لكل حساب منهم. يعني انشئ مثلا تويتر هعمل له كلمه مرور لوحديه، فيسبوك هعمل له كلمه مرور لوحديه. تمام. البريد الالكتروني طبعا تمكن المصادقه الثنائيه. تاكد ان انت عامل المصادقه الثنائيه. تمام. طيب احنا كده اتاكدنا من الرقم ده. طيب هنجيب رقم تاني مثلا. بعد ما كتبنا الرقم هنقول تاكد الان. هنضغط عليه. هنا بيقول لي في الرقم ده، ثواني احنا نسينا نحط الصفر عشان نتأكد برضو. هنقول تأكد. هنا بيقول لك أنت آمن في الوقت الراهن. أنت آمن في الوقت الراهن، يعني كده الحساب ده أنت آمن فيه. طيب هنيجي نكتب مثلا وليكن جيميل مثلا. هنجيب أي جيميل من عندنا كده من اللي هم اللي احنا بنشرح عليهم كده. ناخد الجيميل ده مثلا أهو. ناخد الجيميل ده ونروح نحط الجيميل ده وبرضو نبدأ نضغط. هنا بيقول لك انت امن في الوقت الراهن. زي ما انتم شايفين يا شباب الموقع ده ممتاز جدا، تمام، وبيديني اداء مرضي برضو عشان لو في اي مشكله حصلت. وديك انتوا شفتوا اداني ان الفيسبوك تم تسريب معلوماتي، فانا
هدخل اعمل اتخاذ الاجراءات، اغير باسوردي. بس كده. الموقع ده انا هسيبه لك في جروب التليجرام، عشان لو انت حبيت تدخل هتلاقيه، ادخل على جروب التليجرام هتلاقي الموقع ده موجود، هتضغط عليه يفتح معاك بسرعه. او زي ما قلت لحضرتك، كل اللي عليك هتفتح المتصفح وهتبدا تكتب الكلمه اللي انتوا شايفينها ديت، CYBERNEWS، اللي هي ايه؟ اللي هي سايبر نيوز. تمام. هتبدا تكتبها وتختار تاني خيار. وبرده زي ما قلت لك، بكرر كلامي تاني، الموقع ده انا هسيبه لك في جروب التليجرام. ادخل على جروب التليجرام هتلاقي الموقع ده موجود معاك. هتبدا ايه؟ تدخل وتتاكد ان تم تسريب حساباتك، سواء على تويتر، فيسبوك، يوتيوب، جوجل، ايا كان. يعني هياكد لك ان فعلا تم تسريب البيانات ولا لا. اتمنى اكون افدتكم. لو عجبك الشرح لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل، واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.